ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن عجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي ممكن نقلل النقط اللي تكون موجوده في التصميم بشكل يكون مناسب وما تغيرش في التصميم بتاعنا، ويعتبر بطريقه شبه اوتوماتيك، مش هنسحبهم نقطه نقطه. تمام. بالنسبه للطريقه، احنا ممكن ان احنا زي ما قلت ان احنا نعملهم يدوي. يعني مثلا اوريكم بس شكل التصميم ده عامل ازاي. يعني هو المنظر، كل النقط دي على فكره بتكون تقيلة جدا على برنامج التصميم، وبتكون تقيلة على البرنامج بتاع المكنة، وتبدأ انها تخرف وتهيس. تمام. فاحنا يفضل ان التصميم يكون قليل من النقاط دي. تمام. احنا زي ما احنا شايفين هنا تحت في 1613 عنصر. يعني مثلا ممكن هنا يعتبر عشان متقطع لوحدي، يعني جيت مثلا قصيت دول كده اهو، بلاحظ هنا تحت قال له بقى 1339. تمام. بس انا مش هلعب في التصميم، انا هوريك التصميم وهو جاهز. تمام. باجي محدد التصميم بتاعي بالكامل، وبضغط على كومباين فوق هنا اهو، او بضغط على كنترول ال. تمام. وباجي محدد التصميم تاني وضغط على الشيب تول او F10. تمام. وبعد كده بضغط على ريديوس نودز بالشكل ده. تمام. ممكن ما تقلش معايا، ماشي. انا طبعا ببقى سيلكت اول، بس ممكن ما تقلش معايا. بنيجي من هنا من على اليمين. تمام. بنيجي من هنا من على اليمين. هو ما قلتش معايا لسبب، لان النقاط دي مش ملمومه في بعضها. بمعنى ايه مش ملمومه في بعضها؟ يعني هي مش مقفوله. تمام. فالطريقه دي، يعني الشرح ده يعتبر الاتنين، ازاي تقفل النقط وازاي ازاي تقلل النقط. تمام. الشرح ده يعتبر اتنين في بعض. فباجي من هنا من على اليمين، بتلاقي حاجه اسمها join curves. لو مش موجوده بتدوس على علامه الزائد دي، وتبدا تدور على join curve وتحط عليها علامه صح، تلاقيها ظهرت معاك فوق بالشكل ده. تمام. فانا حاليا علشان هي زي ما قلت ان هي مش مقفوله في بعضها، فبضغط على apply. تمام. واستنى شويه. تمام. كده كويس جدا. كده انا العناصر بتاعتي كلها او النقاط بتاعتي كلها اتلمت في بعضها. دلوقتي لما اجي اعمل ريديوس، تمام، قال له معايا لو حد لاحظ تحت، بص كده هنا 1614. نيجي نحدد هنا ريديوس، بتلاحظ ان هم بقوا كام؟ مش ما حددتش كلهم. بضغط على هنا ريديوس 136 نقطة. اقدر اقلله من كده؟ اقدر اقلله عن كده. بضغط تاني بيقل. اقدر اقلل عن كده؟ اقدر اقلل عن كده. تمام. ايه ده؟ ما قالوش؟ قال له شويه، قال له 2. تمام. لكن هنا في انا حاجات ما اقدرش اقللها عن كده لسبب. انا عندي هنا في كيرفات، يعني شايفين الكيرفات دي لازم يكون في نقطه هنا، ولازم يكون في نقطه هنا، ولازم بحيث تحافظ لي على شكل الكيرف بتاعي. تمام. دي كده الطريقه ازاي تقفل التصميم وازاي تقلل النقط بتاعتي. طب انا مثلا انا عايز برضو اوريكم حاجه تاني. يعني مثلا انا هجيب كده، ماشي، حلو قوي. انا دلوقتي عندي التصميم ده كده كله مفتح في بعضي، انا عايز المه طيب في بعض. تمام. عايز الم الكيرفات دي كلها في بعضيها. فبعمل ايه؟ باجي هنا برضو على الجوين كيرف، وبعد كده بضغط على ابلاي. هيقول لي لا، بعيده، الكلام ده كله بعيد. ممكن ان انا المهم يدوي، بس انا مش عايز الم يدوي، انا عايز اخلي كل ده بتاكد زرار ان هو يتلم. فهنا بيقول لك في حاجه اسمها جاب توليرانس. الجاب اللي هي الفراغات. تمام. ببدا ان انا ازود شويه. انا عايز يا عم بص، اللي كل لما يقربوا من بعض، يعني بص انا عايز اوريك بس حاجه. تمام. شايف هنا دي المسافات اللي هي اللي بين الاتنين. انا كل ما ازود، كل ما هو يبقى عنده القدره ان هو يقفل. شايف هنا قفل لي واحده، ازود شويه كمان، ازود تاني 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 تاني، قفل لي دي، ازود تاني 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 تاني، اقدر ازود لحد ما يقفل لي التالتة. تمام. ممكن الموضوع ده اهو، انا بص ضغطت على ابلاي، قفل لي الشكل بتاعي. تمام. ممكن الموضوع ده يغير سنه في شكل التصميم. تمام. فانت تحاول برضو بقدر الامكان انك ما تخليش التصميم ضايع خالص، يعني ما تخليليش فيه مسافات كبيره بين الاتنين، فاهمني، علشان ما يخربش معاك الشكل. فانت تحاول قدر الامكان انك تلم الموضوع. تمام. وبعد كده بتقدر انك تظبط الجاب توليرنس، تخليها حاجه كده في المعقول، وتبدا انك تظبط الشكل. تمام. اهم حاجه صح نسيت اقولها، انك بتخليها على اكستند بحيث ان هو بيزود المسافه اللي موجوده. تمام. يعني مثلا لو هي سنتي بيخليها سنتي وربع، فاهم ازاي؟ على حسب طبعا زي ما قلت الجاب توليرنس اللي انت عاملها. بس كده ده كان شرح النهارده. يا رب يكون الشرح عجبكم واستفدتوا منه. لو تعرف حد بيواجه المشكله دي، تقدر انك تبعت له الفيديو وتساعد في نشر القناه. وما تنساش طبعا اللايك والاشتراك لو ما كنتش مشترك. كان معاكم مازن عجوز، ما تنسونيش بدعوه حلوه، والسلام عليكم.